اكيد ما كنتش تعرف اغبى حرب في التاريخ اتقتل فيها 10000 واحد وفاز فيها جيش العدو من غير ما يتحرك من مكانه. حصلت ليله 22/9 عام 1788 خلال الحرب بين الجيش العثماني والجيش النمساوي، لما مجموعه من كشافه الجيش النمساوي اتقدموا عشان يستطلعوا معسكر الجيش العثماني، وهم راجعين لقوا شويه غجر بيبيعوا خمور، فقعدوا وشربوا معاهم لغايه ما اتسطلوا خالص. وبعد شويه جت مجموعه تانية من مشاة الجيش النمساوي للاستطلاع برضه، فلقوهم وكانوا عاوزين يشاركوهم السهره فرفضوا. فحصل جدال بين المجموعتين، وفي وسط الجدال طلعت طلقه بالغلط، فالجنود اللي كانوا في المعسكر لما سمعوا الصوت قالوا الجنود اللي بره بيتعرضوا لهجوم، فادوا الانذار. فافتكر الجنود السكرانين والمشاة اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض ان الجيش العثماني جه من وراهم وهجم على المعسكر، فطلعوا جري على المعسكر. والجيش النمساوي كان موجود فيه جنود كتير بيتكلموا لغات مختلفه زي الصربي والالماني والكرواتي، وكانت الدنيا ضلمه كحل. فلما رجع الجنود اللي كانوا بره سمعوا اصوات بلغات مختلفه جوه المعسكر، واللي في المعسكر افتكروا ان دول جيش العدو. بدا الهجوم عليهم وبداوا الضرب في بعض وبقت معجنه، واتقتل في المعركه دي 10000 واحد، وانتصر الجيش العثماني من غير ما يحارب.